هاد العسل خصيصًا للناس اللي ما كيصدقش معاهم العسل، من اليوم عمرك ما تعجزي على تصايب العسل إن شاء الله في رمضان، تبعي معايا الطريقة وغيجيك كيف ما كتلاحظي في الفيديو الآن. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان مبارك، عواشركم مبروكة. اليوم جيت نقترح عليكم العسل بقالب السكر، واحد يعني ديجا درتو بجوج قوالب السكر، وحتى طلب واحد المتتبعة قالت لي عافاك لما ديريها قالب السكر بغيت نشوف شحال كيخرج. مرحبا. كناخد هنايا قالب السكر اللي فيه الوزن ديالو 2 كيلو، كندير معاه ايطرو ديال الماء، ضروري ايطرو ديال الماء، ما تزيدي ما تنقصي الا بغيتي العسل يصدق معاك. صافي ملي درتيه في الصباح حتى العشيه عاده طيبي العسل، درتيه في الليل حتى الصباح عاده طيبيه. المهم بالما داب السكر على خاطرو بلا ما تبقاي تحركي فيه اولا صافي غطيه وخليه. من بعد ملي كيصبح عندي السكر دايب بحال ما هاد الشكل، كندير معاه حامضه وحده و3 عواد ديال القرفه اولا 2 عويدات اللي بغيتي. المهم عواد القرفه يكونوا شويه كبار، زائد مسكه حبوب. من بعد صافي كنخلط هاد الخليط اللي عندي ديال الماء مع السكر، شوف كيصبح دايب. صافي كنضيف هاد الحامضه زائد القرفه. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات وابوني باش تطلع لي القناه ديالي كمبتدئه في اليوتيوب. صافي كنضيف الحامض زائد اعواد ديال القرفه، مسكه حبوب تنخليها حتى الاخر عاد كنضيفها. كنوضعو فوق النار، كنسد الكوكوط. اين فوا كتولي تصفر الكوكوط كنحسب 45 دقيقه بالضبط، وكنقص عليه البوطه. صافي كنجرب، كناخد واحد المعالقه ملي كيطيب العسل، كناخد الاصبع فحال ما كندوز على داك العسل، كناخد فحال ما كنشوف واش غادي يتلاقى. لما تلاقاش كنعرف ان العسل راه ناجح 100%. هنايا ضفت المسكه حبوب، دقيتها شويه راه نضيفها، وغنعاود نغليه واحد 2 دقائق غير باش تذوب ديك المسكه حبوب لا غير. صافي كنزول داك الحامض وكنخلي العسل يرتاح، نحندو هو ياخد المده انه كيبرد يتم غادي ويتقال. لهذا من الافضل من تبغي تصايبي شي معسله ديال رمضان او اي معسله سواء شباكيه سواء اي حاجه بغيتو تصايبوها، خليو العسل على الاقل تصايبوه 4 ايام او 3 ايام قبل